معايا هنا في الخلاط كوباية من اللبن، كوباية الا ربع من الزيت، وكوباية الا ربع من السكر. هضيف عليهم بيضة واحدة بس بالشكل ده. بعد كده هضربهم مع بعض في الخلاط، وهضيف كيس فانيليا. بعد كده المكونات الجافة، حطيت كوبايتين من الدقيق نخلتهم بالشكل ده، عليهم كيس من البيكنج باودر، لازم ننخل الدقيق عشان تطلع معانا الكيك هش وطري جدا. بعد كده هضيف عليه الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط، ونقلب كل ده مع بعض كويس بالمضرب لحد ما يبقى قوام الكيك معانا وسط، ولا تقيل ولا خفيف. انا حسيت ان الخليط تقيل شوية وانا بضربه بالمضرب، فزودت ربع كوباية بس من اللبن لحد ما اوصل للقوام اللي احنا هنشوفه ده. بصوا بقت القوام بتاعها عاملة ازاي، متوسط ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. عندي بقى الصينية بتاعت الكب كيك والكبات السيليكون دي، او تقدروا تستخدموا الكبات الورق العادية. هحط بقى شوية من كيك الفانيليا، مش هملى الكب على الاخر، يعني تقريبا نصه بس عشان لسه هترتفع في الفرن. هعمل بقى نصهم بالفانيليا، وباقي خليط الكيك هزود عليه كاكاو، يعني تقريبا معلقتين كبار من الكاكاو الخام، واضربهم بقى بالمضرب. وزودت برضو ربع كوباية من اللبن. نزود بالتدريج لحد القوام ما يرجع يظبط معايا تاني بتاع الكيك. حسيت اللون فاتح، هزود تاني كاكاو وشوية من اللبن. كل كمية الكاكاو اللي انا حطيتها، حطيت 3 معالق كبار من الكاكاو على ربع كوباية من اللبن لحد ما وصلت للخليط بالشكل ده. هملى الكبات بكيك الكاكاو وباقي خليط الكيك اللي فضل معايا، هوريكم هعمل فيه ايه. انا في الوقت ده هكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. بعد ما خلصت بقى كل الكبات بالشكل ده، حطيت باقي كيك الفانيليا في صينية مدهونة زيت، واحط كمان عليها باقي كيك الكاكاو. يعني بيضة واحدة هتعملك 12 كب كيك، وهتعمل معاكي كمان صينية حلوة كده من الكيك. بحاول اديها شكل كده بخلة السنان، هتشوفوها بعد ما هتطلع هتبقى عاملة ازاي، خطيرة بجد، تحفة قوي. احلى كب كيك ممكن تعملوه، هش جدا، مكونات بسيطة هتعمل معاكي كمية حلوة جدا من الكيك. ده كيك الفانيليا. وهتشوفوا معايا كمان الصينية بتاعت الكيك كانت طبقة رفيعة، هتشوفوا الكيكة ارتفعت ازاي. هتنفع معاكي بقى جدا في الفطار للأولاد، او مع كوباية شاي كده، او تحطيها للأولاد في اللانش بوكس ايام المدارس. هتبقى حلوة جدا، حلوة ومغذية، مش هتاخد معاكي وقت، وفيها اللبن وفيها البيض، يعني مفيدة جدا للأولاد. بصوا بقى الصينية اللي احنا عملناها كمان خطيرة بجد، الكيك كان طعمه رائع. بصوا شوية صغيرين فضلوا معايا في الكيكة، الخليط بتاع الكيك. بصوا بقى مطلعة الكيكة دي حرفيا رهيبة، طعمها تحفة. بصوا شكل الكيك بتاع الكاكاو خطير مع الفانيليا، طعمها بجد كان وهم حلو جدا. جربوها، متأكدة ان هي هتعجبكم. ما تنسوش تحطولي لايك، اكتبولي تعليق عشان يوصل لكم كل فيديو جديد هنزله. جربوها، الكيك حرفيا طعمه رهيب، احلى كيكة ممكن تعملوها.
بصوا شكل الكيك عامل ازاي، كأنكم حاطين عليه صوص شوكولاتة من فوق، تحفة بجد.